حياتي مش ماشيه زي ما انا عايزه الفتره دي. ده اللي بيخلينا نحس ان الدنيا قفلت. وكان الله بكل شيء عليما. كنت هبدأ الفيديو ببوظت حياتي الفترة دي، بعدين قلت ثواني، ايه اللي بوظت حياتي ده وفين حياتي اللي بايظه؟ بالعكس، زي من كل مره بقول احنا عندنا نعم كتيره جدا في الحياه بس احنا مش باصين عليها. ده اللي بيخلينا نحس ان الدنيا قفلت وخلاص، يعني الدنيا بجد خلاص، انا ليه كده، انا ليه مش عارفه ايه. ده ما هو حياتي مش ماشيه زي ما انا عايزه الفتره دي، علشان هي الحياه كده، عشان تفكرك كل شويه مين اللي لازم تستعين بيه علشان تخليك كل شويه تعمل صيانه دوريه. شفت العربيه كل ما تكمل 5000 كيلو لازم تروح توديها صيانه دوريه، صح؟ هي مش شرط العربيه فيها مشكله، بس انت لازم كل فتره تروح تعمل لها صيانه، تشيك عليها. احنا نفس الكلام، اما حياتك تكون مش ماشيه زي ما انت عايز، مش بتصحى على الوقت اللي انت حاطه، تغيب من حاجات لازم تحضرها، اي حاجه، ساعتها تاخد بالك ده وقت الصيانه الدوريه. فالحق نفسك بسرعه علشان ايه؟ العربيه بتاعتك ما تبص. فايما واتشي كونانوت كاكي مصر، بكتب ايه المشكله اللي في حياتي دلوقتي، وايه السبب اللي انا حاسه هو بسبب ده، وازاي احلها. تحاول وتقع وتعدل وتعدل وتحاول وتحاول وتقع وتعدل وتعدل، that's it. هو مش عارفه مبين من وشي ولا لا، انا نمت النهارده 12 ساعه. دايما وانا بكتب كده بحاول يعني اكتب بمنظور شخص تاني. اللي بيكلمني ده دلوقتي شخص عزيز عليا وواقع في مشكله، اكيد مش هتقعد تلومه وتقول له انت اللي وحش، انت اللي مش عارفه ايه، صح؟ لا، انت تكون معاه لين، تمام، وتعرفه الخطأ فيها بالراحه كده، وتمدح فيه وتقول له ياه ده انت حاطه حاجات كتير قوي تعمليها وزعلانه عشان بس عملتي نصهم، ده انت اصلا تحفه، ده انت عملتي اكتر من فاهمين؟ عشان ده اللي بيخلينا في الاخر بجد نقوم. انت لازم تكون لنفسك صاحبك الوحيد اختصار. وانت بتكتب ما تلقيش اللوم عليها بقى، ما تكتبش باسلوب انت ليه كده وانت ليه عملتي كده وانا مش عارفه ايه. no, just be gentle bro, like this is yourself, this is the person who's gonna stay with you for the rest of your life. A lot of people have tried it, but when you blame yourself you're really not gonna get better, you know. So yeah, be gentle in yourself. حاجة تانية على السريع قريتها حرفيا وحسيتها حاجة حلوة خالص، ان لما تكتب انت ليه كنت محتاج الدرس ده، يعني ليه ربنا خلاك تمر بالفترة دي. شخصيتي مثلا كان فيها حتة غرور، شخصيتي مثلا كانت كذا، انا الفترة دي كنت متكاسل مش عارفة ايه. حاول تستكشف ليه ربنا اعطاك الدرس ده، لان انت لو ما اتعلمتش الدرس من الدرس ده هيتكرر، مش تخلص منه. كتير منكم عارف شايفين ده، ان احيانا لما تطلع من فترة تعدي حرفيا شوية صغيرين وترجع فيها تاني. ليه كده؟ لان الفتره دي كان فيها درس، ربنا عطاك الوقعه دي عشان يعلمك الدرس ده، وانت ما اتعلمتش الدرس هيتكرر، هيفضل يتكرر الا لحد لما تتعلم الدرس. فحاول تستكشف وتفكر مع نفسك ليه انت كنت محتاج الدرس ده، ليه ربنا خلاك تمر بالدرس ده، ايه العيوب اللي كانت فيك اللي الدرس ده صلحها لك، ومحتاج تستمر بنفس الدرس ده عشان خاطر تكون شخص افضل، فيا هو دي فايده الوقعات يا جماعه، انها تطورنا. شايفين كده؟ يا في البر فعلا احنا فعلا بنكون معميين تماما عن الدروس اللي ربنا بيحاول يعلمها لنا، وحرفيا يعني بنحس الدنيا قفلت في السنة، وليه 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 كده، وليه انا كده، وليه حصل معايا كده، وانت مش عارف ان اصلا يعني الحاجة اللي حصلت لك دي لو بس طلعت منها وانت متعلم الدرس هتكون شخص تاني خالص، انت هتكون في مكان تاني خالص، انت هتكون شخص يعني يقدر يستلم الدعوة اللي انت دعيت بيها ربنا، سواء كانت عايز درجات، عايز فلوس. ما انت عشان تحصل على الدرجات او الفلوس محتاج صفات معينة، زي انك تكون شخص منضبط، زي انك تكون شخص يسعى. عشان تكون بقى الشخص ده انت محتاج الدروس دي والصفات دي اللي بتعلمك بجد. خد كل عقبة بابتسامة وافرح، كده بالعقبات وقول ايه الحمد لله، ايه الدرس اللي ربنا بيحاول يعلمه لي المرة دي كده، وكون مبسوط خالص. اعرف ان ده وقت للتطور. اصلا الفترات اللي مش بتمر عليا عقبات في حياتي فيها ما بقيتش احبها بجد، بحس ان انا ثابته، مش بتطور، مش بتغير، مش بقرب من اهدافي. فانت محتاج الوقعات دي عشان ايه؟ تطلع منها زي عارفين الترامبولين اللي هي البتاع اللي بينط عليها، فانت محتاج كل ما تنزل اكتر بيها كل ما تنط اكتر، صح؟ فذاتس exactly the same. احمد ربنا دايما مهما حصل، وقوم
تاني، لان ده المهم، ليس للانسان الا ما سعى. الصدفه، والحمد لله على الصدفه دي. خلاص النهارده احنا في اخر شهر 3، فانا السنه دي كنت ماشيه بتخطيط ان انا اخطط السنه. يعني شفتوا الناس بتحط اهداف للسنه كلها صح؟ السنه دي غيرتها وكنت ماشيه بتخطيط ان انا احط اهداف لكل 3 شهور. يعني بتحس كده كاني عندي في السنه الواحده 4 سنين، اقعد اخطط 4 مرات واعمل 4 مرات، بحس كل مره الحق نفسي بقى. لو وقعت قد ايه، ما انجزتش قد ايه، اروح اعوضها بقى في التخطيط التاني وكده. بحس يكون عندك في السنه 4 فرص، بدل ما تحط في بدايه السنه بس اهداف تمام، تفضل مكمل في السنه وتتقاعس وتتكاسل في النص، وبعدين تمشي كويس وتتقاعس وكده وتنسى الاهداف دي، وتيجي اخر السنه تلاقي نفسك ايه ده، انا ليه لسه ما حققتش حاجه. ان احنا محتاجين زي ما قلت صيانه دوريه. انا للاسف النهارده برضو ما صحيتش في الوقت اللي عايزاه، وما مشيش اليوم زي ما انا عايزاه، بس الحمد لله. صدفه ايه، احنا خلاص في اخر شهر 3 اللي هو اول ربع في السنه. مقسمه السنه 4 ارباع، اول 3 شهور، تاني 3 شهور، تالت 3 شهور، رابع 3 شهور. خلاص خلصت اول اهداف 2024 اللي هو اول ربع، بقيلي 3 ارباع، فابدا اخطط للربع التاني. فانا بقول لي دي حاجه حلوه، علشان لما تكون انت فاهم الحياة مش ماشية كويس زي ما انت عايز، تيجي ترجع تخطط وتحط اهداف، ساعتها يعني بس انتوا عارفين انتوا الاحساس ده، في كده احساس دفعة موتيفيشن بتجيلك كده، تحس اللي هو انا هقدر اعمل كل ده انا بتاع، وتبدأ بقى تحط اهداف خيالية وكده. 3 شهور عبارة عن كام اسبوع؟ 12 اسبوع غالبا. كنت بكتب هنا ويك الاول التاني التالت، والاهداف بتاعتي بكتبها في الكراسة وبقسمها على هيئة، هوريكم ثواني. يعني على سبيل المثال دي كانت اهدافي توتالي يعني للسنة كلها، قسمتها كوارترز. يعني الربع الاول اللي هو الربع التاني والربع التالت والربع الرابع اللي هو الاهداف. الحمد لله النهارده الربع الاول خلص، اللي هو كان فيه يناير وفبراير ومارس. النهارده هنبدا الربع التاني. طبعا انا مقسماه تاني هنا، بس ادركت ان انا مش هقدر اتحكم في كل اهداف السنه، فبقيت اقسم اهداف ربع وربع لوحدها كده. بس انا عندي اللي هو ايه، خطة مبدئية على انا ايه الاهداف اللي انا عايزاها تمام. كنت بعدها بعمل ايه بقى، اجيب مثلا الكوارتر 1 اللي هو الربع الاول، فاقسمهم اسابيع، 12 اسبوع، اسبوع اول تاني تالت رابع كده، وبقسم الاهداف لكل شهر. يعني انا دلوقتي حطيت اهداف للربع الاول تمام، فبعمل ايه، بحط بقى ادي الربع الاول ده كله هو عبارة عن 3 شهور، بحط اهداف لكل شهر. الشهر ده يعني الشهر الاول كان هدفي احفظ 400 كلمة ياباني، اني احفظ قرآن لحد صفحة 47 وكده ومش عارفة ايه، واني اقرأ 3 كتب وكده. فكنت مقسماهم بقى، يعني هدف الكبير ان انا احفظ 1000 كلمة ياباني في الربع الاول ده، فاقسم بقى 1000 على 3 شهور. وبعدين بعد ما اقسم على الشهر اروح اقسمها على الاسابيع، كل اسبوع هحفظ مثلا 100 كلمة، فاهمين؟ مثلا ده اللي هو speak Japanese fluently، فقسمتها اول ربعين انا هحفظ 1000 كلمة ياباني. طبعا انا خليته سهل، لان اول ربعين لو تحفظ 1000 كلمة هتحفظ في اليوم 5 كلمات فقط، وانا اوريدي كنت حافظة شوية. تاني ربعين بقى هبدأ اتدرب على الياباني بتاعي كده، وبطرق معينة هبوريها لكم بعدين. فانا قسمت يبقى اول ربعين احفظ 1000 كلمة، يبقى الربع الاول 500 كلمة، الربع التاني 500 كلمة. نيجي خلاص للربع الاول نخططه. الربع الاول عبارة عن 3 شهور، يناير وفبراير ومارس، فانا في الربع الاول المفروض احفظ 500 كلمه ياباني تمام. انتوا فاهمين معايا مركزين؟ اقسم ال 500 كلمه على 3 شهور، كل شهر مثلا طلع لي فيه نقول 150 كلمه، فاقسم بقى ال 150 كلمه دي على الاربع اسابيع ده، كل اسبوع هحفظ مثلا نقول 40 كلمه يعني. تمام، لو كل اسبوع 40 كلمه مثلا يبقى كل يوم 7 كلمات مثلا، فاهمين؟ كده بحيث اخليها عادات يومية. سبت في الجدول بتاعي فراغة للعادة نفسها، حفظ ياباني، هل حفظت النهاردة ولا لا. فالربع الاول خلص. طبعا انا هنا كنت حاطه هدف الربع الاول وحطها تقيلة، فرجعت عدلتها وحطيتها كويسة زي الناس، وعدلتهم مرة تانية. بس انا فضلت اعدل كتير كتير. هي دي الفكرة في الخطط، ان الخطط معمولة علشان تبوظ وتتعدل. هي كده، الخطط مش معموله ان انت تمشي عليها، الخطط معموله ان انت تحط خطوه ما تمشيش عليها تبوظ الدنيا، تروح ترجع تحط واحده تاني. هدفها ان انت تعرفك بس طريق معين انت هتمشي فيه تمام. انا قلت لكم كده، من اهم الدروس اللي اتعلمتها ان دايما احتفل بنفسك. يعني احتفل بنفسك حتى لو انت حاطط هدف معين وموصلتهوش كله، احتفل بيه برضه، احتفل بنفسك مهما عملت. اليوتيوب للاسف ما التزمتش كتير، بس نزلت حوالي 4 فيديوهات اتوقع خلال ال3 شهور دي وكده. بس yatta which is like yeah I did it or we did it in Japanese, right? You know, like some people are asking me ازاي اتعلمت ياباني. هو بصوا انا لسه ما اتعلمتش، انا في طور التعلم، فانا مش هقدر اديكم نصايح الا لما اتعلم. 私はまだ日本語のはあんまり上手じゃないです。だって私はまだ勉強します。後で
私なら日本語の話はできます。 I'm gonna shoot a video. I don't know. なんで私は日本語を勉強しますか؟ عايزة استغل وقتي. عايزة لما تعدي عليا سنة سنتين والاقي نفسي فجأة بقيت بعرف اتكلم ياباني، ما كنتش حسيت بنفسي، يعني عدى عليا الوقت وانا عملت حاجة، فاهمين؟ كل حاجة وقعت عشان الوقت بيعدي علينا كلنا، وحرفيا احنا تقريبا ما زلنا نفس الاشخاص. يعني ايه اللي اتغير عنك دلوقتي عنك السنة اللي فاتت، فاهمين؟ فانا بحاول اعمل ده كله، بحاول اتعلم الحاجات الكتيرة دي واعمل الحاجات الكتيرة دي رغم ان انا في كلية طب، والناس بتقولي كلية طب ما ينفعش، ازاي لازم تقعد كده 24 ساعة؟ عشان عايزة لما تعدي السنين ابص والاقي نفسي اتحسنت واشكر نفسي ان انا حاجة. يلا نحط اهداف اللي بعده. فانا كنت محبطه وزعلانه عشان اديلي فتره مش ماشيه يعني مش ماشيه كويس. طبعا انا زعلانه بس ايه، مش زعلانه برضه، يعني انا عارفه ان ده خير، ده خير، ده ربي بيحاول يعلمني الدرس. بس لو كنت محبطه شويه وكده، بس عارفه من قلبي ان ده خير. فدلوقتي اتحمست تاني، فيلا let's do it together. انا عملت وبذلت جهدي وحققت حوالي 90% من الاهداف اللي كنت حطاها. يعني انا كنت عند 0 بقيت 90%، كنت عند شخص مثلا لا يفقه شيء عن كذا وصلت ل 80% في الشيء ده. that's what matters. انا مبسوطه بسبب كده. let's go. افرح بنفسك مهما عملت. ما تقولش انا ما حققتش هدفي، no. انا حققت 70% من هدفي، انا كنت فيه وبقيت فيه. ده اللي يخليك تستمر. ده الكلام ده جاي من واحده perfectionist وقاسيه مع نفسها جدا من ناحيه حققت ايه وما حققتش ايه، فتعلمت ده وده فاتني جدا. So yeah, I just checked and I was reading like I wrote that I'm gonna finish 500 word وخلصت 319. ايه ده جوزي ده 319 كلمة. يعني انا بقيلي شوية صغيرين وعدي 500. هعدل اهداف الكوارتر 2 الربع التاني من 2024 بحيث تتناسب مع اهدافي. لازم نكتب انا وصلت فين في كل حاجة عشان نظبطها ونقوم علشان امدح نفسي. سنعود بعد قليل. بحيث ايدي ما تبانش. ده هو اهو. اتكلم يا بالونة. عدنا. So I was saying كنت بقول 1 hour later. انا خلال ال3 شهور اللي فاتت كنت ماشيه ازاي؟ كنت ماشيه ان انا احط الاهداف سهله خالص، تمام؟ زي حفظ نص صفحه قران، 5 كلمات ياباني، بحيث اني اتعود على العاده. خلاص عدت 3 شهور والحمد لله. طبعا ما اتعودتش على 100%، احس it's level to upgrade. so اللي هعمله دلوقتي اني هكتر ده، بدل نص صفحه قران وهكذا. اني احط الهدف عاده، يعني انت تحط الهدف هدف بعدها تحط نظام للهدف ده. فزي ما قلت هدفي اني احفظ في اليوم. طبعا في الهدف الكبير هو حفظ القرآن، هدف الكبير تعلم الياباني. فهدفي مثلا احفظ في اليوم صفحة قرآن. فخلينا نحسبها 3 شهور. ال3 شهور forgive this handwriting، دول 3 شهور، الشهر فيه 30 يوم. ف3 شهور فيهم كام يوم؟ فيهم 30 في 3 90 يوم. هشيل 10 ايام مثلا حصل ظروف بتاع، فهحط هدفي على اساس خلال 80 يوم او خلال ال3 شهور دول هكون مخلصة كام؟ 80 صفحة قرآن. فاهمين ان انا احفظ في اليوم صفحة بلا استثناء. في العادة كنت بشيل ايام الجمعة والسبت عشان ما كنتش بعمل فيهم حاجة، او حتى اني ما اعملش فيهم حاجة. بعدين لقيت ان انا لما اعمل كده بتعود على الكسل في الجمعة والسبت، واجي لحد مش عايزة اعمل تاني. وان هي الفكرة مش فكرة ان انت بتعمل هدف في الاسبوع، لا، الفكرة ان انت تبني عادة حياتية تحبها تعملها طول الوقت. فما بقتش احط الايام الاجازة دي، بحط الهدف اقل بشوية بسيطة من الحاجة اللي انا حطاها عشان ما احبطش نفسي. وانا بخلص في الساعه 30 صفحه، تمام؟ فانا كده كام؟ انا كده محتاجه 10 ساعات علشان اخلص كتاب. تمام. بالنسبه للاسبوع، لو حطيت كل يوم ساعه في الاسبوع فانا كده معايا 7 ساعات في الاسبوع. فكده فعلا هقدر اخلص ان شاء الله في اسبوع ونص. يعني انا هحتاج 10 ايام عشان اخلص الكتاب لو انا قرات كل يوم ساعه. فانا هدفي دلوقتي ان انا اخلص في ال 12 اسبوع دول، انا كل اسبوع ونص اخلص كتاب. فالمفروض ان انا اخلص كام كتاب في 12 اسبوع؟ ثواني بقى احسبها. بعد حساب طويل ده ساعات طلعت 8 كتب. هقدر اخلص ان شاء الله 8 كتب. طبعا ده كله نظريات زي ما قلت. don't blame yourself if you find yourself you're late on your schedule, you know. ده التخطيط الاولي. ثم نأتي التخطيط بقى كل شهر بشهره، وكل اسبوع باسبوعه، وكل يوم
بيهم. It might sound complicated to most people, but I think since I really started using this way, I really made progress. Even if the progress is not what I set my mind to, but still I made much more progress than before when I just like set a vague goal that I'm gonna do this or I want to do this, and then I start planning, and then after just 1 week I just find myself احبطت ويأس ومش عارفه ايه وكده، وهي ما مشيتش تاني عليه. فحاسه ان انا احط الطريقه دي it's way better. فخلينا نقسم هنا ال3 شهور التانيين ويلا بينا بوم. فكده ادي دول ال3 شهور بتاع الربع التاني من سنه 2024 2024. 3 شهور عباره عن 12 اسبوع، وقسمت كل شهر. بعدها هقسم بقى كل الاهداف اللي انا حطيتها. الاهداف دي هقسم كميتها على كل شهر، زي ان حتى مثلا حفظ 80 صفحة قرآن، فهقسم بقى كل شهر هتكون كام صفحة بالظبط. في العادة دايما وانا بحسب دول بجيب آلة حاسبة معايا وبفضل احسب. As I said, for a lot of people it might sound complicated, but I think success is not gonna come easy. ده الخطأ اللي كنت بقع فيه، ان كنت عايزة اعمل كل حاجة سهلة وفاكرة اني هقدر انجح وانا مخليها الحاجات سهلة. Then I found no, like لازم يكون complicated، لازم يكون في صعوبة، لازم يكون في معافرة، فاهمين؟ اوكي، قسمت الاهداف على كل شهر. كل شهر المفروض يتنجز فيه كمية قد ايه، ودلوقتي هقسم الكمية دي على ال4 اسابيع. كل اسبوع المفروض انجز فيه قد ايه. وحاجات زي مثلا الكتب وكده، يعني you have to be specific when you're setting goals. هكتب اسماء الكتب اللي هقرأها مثلا كده، زي كده. فمثلا استنتجت ان كل اسبوع هحفظ 6 صفحات قرآن، فالمفروض اكون الاسبوع الاول وصلت لصفحة كذا وهكذا وهكذا. عارفين احلى حاجة في الطريقة دي انها بتحسسك الريفرشمنت بتاع بداية سنة. شفتوا لما تكون في سنة جديدة وتبدأ تحط اهداف، تحس اللي هو فريش، بداية جديدة، خلاص اخطاء الماضي فاتت، دي بداية جديدة. فدي نفس الكلام. الطريقة دي سمعت ان المليونيرات والمليونيرين بيستخدموها في حط الاهداف. same thing with Japanese right here. يعني Japanese المفروض في الشهر 300 كلمة. ده لو كل يوم 10 كلمات، تمام. هعمل حساب الأيام اللي ممكن حصل ظرف، يعني هعمل في الأسبوع. أنا طبعا حتى مثبتة إن كل يوم 10 كلمات، والأسبوع فيه 7 أيام، فالمفروض كل أسبوع 70 كلمة. هقللها أخليها 60 كلمة بحيث لو حصل ظرف. فالمفروض في الأسبوع إن أنا أحفظ دلوقتي 60 كلمة، وأنا وصلت عند 320. فهجمع 320 و60 بالنسبة لأول أسبوع هتكون 380. فبالنسبة للنيهونجو اللي هو الياباني المفروض الأسبوع الأول أوصل 380 and so on. فهمتوا الفكرة؟ أنا بخطط كده، وكنت بحب بقى أعمل إيه، أعمل كوباية نسكافيه بحبها، وأعمل يعني مشروب بحبه بقى، وأقعد أتمتع وأنا بقى. بس أنا صايمة دلوقتي، بس عادي خططتهم كلهم. بعدين بقى اللي هيحصل كل أسبوع هطبع ورقة زي دي، أنا عارفة إيه الأهداف المفروض أعملها الأسبوع ده، وأحطها هنا. تحط الهدف، بعدها بتحطه كعادة يومية. فاكتب هنا قرأت لمدة ساعة، منتجت لمدة ساعة، حفظت ياباني 10 كلمات. كل يوم بقى هعلم لو عملتها ولا لا، عملتها ولا لا. ويجي في آخر الأسبوع، واتكلمت عن ده في الفيديو اللي فات، هنا نسبة خلصت كام في المية من الحاجة دي. بس انت عارف عشان يعني باين عليه معقد ومش عارفة ايه، فأغلب الناس هتطنش كده ومش هتقدر تعمل الجدول ده. وعشان كده أغلب الناس من الناس العادية 99% من الناس، انت لازم تعرف ان انت لازم تتعب. أول الموضوع مش لازم يكون معقد زي كده. بالنسبة لي كشهد جربت طرق كتير، ودي اللي حسيتها فعلا نفعت معايا وفعلا خلتني انجز، فاستمر عليها. انت جرب طرق كتير، جرب فيديوهات كتير، وادعي طول الطريق يعني اللي هو يا رب اهديني، انما يا رب سيهدين. واعرف ان ربنا هيهديك لانسب طريقة ليك. طول ما انت بتحاول هتوصل. ولو انت حاولت ووقعت، كنت عملت فيديو ازاي تقوم بعد ما انت وقعت، هتلاقوه عندكم الوصف وهنا فوق. و that's it for today's video. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. جاو متاني.